السلام عليكم. تصريح يبكي الملايين من حسين الشحات في أول ظهور له بعد وفاة والده، ويفاجئ جماهير النادي الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب لحسين الشحات لا تنسى الدعاء لوالده بالرحمة، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. في أول ظهور للاعب حسين الشحات بعد وفاة والده، فقد أدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة وقال: هذا هو أصعب يوم في حياتي عندما فقدت الوالد، فهو كان السند والظهر لي ولكل أخواتي ولأسرتي، فأنا لم أصدق نفسي أن والدي لن يكون معي في المباريات، فهو الذي كان يساندني ويدعمني دائما وخاصة في أوقات الشدة، فعندما كان الكل ينتقدني ويهاجمني وبكل قوة بسبب تراجع مستواي في بعض المباريات، فهو الذي كان يحفزني دائما ويقف بجانبي. فأرجو من كل جماهير النادي الأهلي ألا تتخلى عني في هذا الوقت تحديدا، وأن تدعو لوالدي بالرحمة. وبالرغم حزن الشديد إلا أنني عدت للتدريب مع النادي الأهلي استعدادا للمباراة الفاصلة أمام الهلال السوداني، ونحن نحتاج فيها فقط الفوز بأكثر من هدفين لكي نتأهل رسميا إلى دور الثمانية. وأناشد كل جماهير النادي الأهلي أن تدعمنا في هذه المباراة، وأوعد كل الجماهير أننا لم نخذلكم أبدا في التأهل إلى دور الثمانية. في النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.